كل عام وانتم طيبين وبألف خير على الجمال والحلاوة. ربنا يديم النعمة ويحفظها من الزوال ويصلح ما بين ايدينا. نعم كتير ربنا علينا، ربنا يديمها علينا ويحفظها من الزوال الكريم. تفريزات الكرنب، كل واحد له رأي في موضوع الكرنب. في ناس بتحب تخزنه اللي هو بتاع اخر السنة، يعني اخر اللي هو البطة، وفي ناس بتخزنه اللي هو الشتوي البلدي بتاعنا ده. احنا بنحب الشتوي البلدي ده. تمام كده. احنا هنفرزه بطريقة وتكات. الخضرة بتاعته عليه، شايفين الخضرة؟ انا حاطه خضرته عليه بحيث ان انت لما تطلعيه، انا هوريكم الخضره بطريقتين اتنين، بس خليكي معايا لاخر الفيديو، ما تروحيش في اي حته. واخده بالك انت ازاي تشيل الخض كرنب مساحه، عاملاه في العلب وعاملاه في الفل، وانت في الفريزر بتاعك رتبيه بقى براحتك. تمام كده. ومعانا ورق خس بردك وحط عليه الخضره بتاعته، ومعانا ورق ليفت وحط عليه الايه، الخضره بتاعته بالتكات والحركات، وعامله له العروق بردك وحطها، بحيث ان انا لما اعوز العروق وما يكونش عندي ارضيه احط له ارضيه، يبقى انا كفيت ووفيت بالنسبه لموضوع الايه، الكرنب. تمام كده. خش معايا وهتعرفي السر في المعلقه مع ام محمود. ايه السر يا ام محمود؟ بس خليكي معايا لاخر الفيديو. حط اللايك والشير وسبسكرايب لمطبخ ام محمود وصفحه ام محمود. الله عليك. تمام كده. تسلموا لي، ما تحرمش منكم حبايب قلب ام محمود. ايوه. معانا الكرنب ده يا جماعه كان جاي لنا زياره، الكرنب واللفت والخس والخس وكل ده كان جاي لنا زياره، جاي لكم زياره. تمام كده. ربنا يا رب يديم علينا النعمه ويحفظها من الزوال. عايز اقول لك الليفت يعني الخفيفه دي ما تجيبهاش، ان ما كانتش تقيله ما تجيبهاش، لان الخفيفه دي بيبقى جوه قلبها كله فل سفنج، دي ما يتخللش. تمام. الكرنبه بقى لا تجيبها تقيله ومكبوسه ولا تجيبها خفيفه، تجيبها الوسط كده، ولا تجيبها كبيره عشان ما يبقاش فيها عروق كتير. لا انا اجيبها الوسط، الكرنبه الوسط الجميله اللي قدام عينك ده. انا مش شارياه، هو جاي لنا من عند نسايبنا، واخدين بالكم؟ بس فاخر من الاخر حاجه كده. ربنا يديم علينا النعمه ويحفظها من، تشوفوا بالندى بتاعه، شوفوا الله عليك الله عليه. هو ده اللي انا بقوله. بنشتغل والنور قاطع وبنشتغل والنور قايد. فيديوهاتنا نجعلها في ميزان حسناتنا، واخدين بالكم؟ اي والله بنعمل احلى شغل. مش بنعمل كل فيديوهاتنا اكل وشرب وبتاع، لا احنا بنعمل احلى حاجه ما عندنا بنخرجها للناس اللي هي المبتدئين. ومعانا الخاصه اهوك انا نضفته قدامكم. تمام كده. الناس اللي لما تخش عندي تستفيد من قناتي، لان هي لما تستفيد من قناتي تدعي لي يجعل الدعاء بتاعها في ميزان حسناتي. ده اللي انا عايزاه، واخدين بالكم؟ فحط اللايك والشير وسبسكرايب. اوعي تنسيني يا قلبي، ما تتشغليش باللي انا بعمله. وتحط زيت، تحط اللايك. تمام. هقول لي بقى للعروسه الحلوه اللي هي زي بناتي ازاي هتخرع الكرنب، ازاي هتقطع راس الكرنبه. بتبقى جايبه الكرنبه ويا حبيبه قلبي تبقى تقول لك اعملها ازاي. عايز اقول لكم معلومه بس، كل الناس دلوقتي بتشتكي من ان البنات ما بتعرفش تعمل اكل، ما بتعرفش تعمل اكل، والموضوع ده بيسبب نسبه طلاق. اي والله العظيم 3 يا جماعه. عايزه تغسليه قبل ما تعمليه ماشي مفيش مشكله، انا خدتها على الحنفيه وغسلتها بعد ما ايه، ما طلعت منها الورق. اللايك دقته لقيته مسكر جامد جامد جامد. اتعلمي يا حبيبه قلبي، لو انت وزيره، لو انت لو انت ايه، لازم هتخش المطبخ جوزك يبقى مستني. اقرب طريق الى قلب جوزك معدته. خلي بالك كده من جوزك وطبطبي عليه وهو يطبطب عليكي. واخده الدلع يجيب دلع والحب يجيب حب. ايوه. حب جوزك ودلعيه عشان يدلعك. ايوه يا حبيبه قلبي. كده قطعنا الورق وهنحطه في قلب الايه، الحله. بصي شوفي فزدقته، تفزدقيه كده وتروقي عليه، وتكون يومك كده عندك اكل. الراجل يجي يلاقي عندك اكل ما تقولوش لا انا بعمل الكرنب مش عندي اكل. شوفي انت هتعمل ايه. يا سلام عليكي يا عسل. مفيش الكلام ده مع الرجال. حطينا قد ايه يا ام محمود؟ انا حطيت معلقه ونص سكر او معلقتين ممسوحين سكر، عشان السكر هو اللي بيخليه، اول حاجه بيسكره ويطريه، تاني حاجه هو اللي بيخليه ايه، اللهم صل على سيدنا محمد وبارك عليه. اوعي تحطي ملح. السكر المادة الحافظة، السكر المادة الحافظة. الملح بيخليه يجلد. تمام كده. الملح بيخليه يجلد. وريتك في اول الفيديو ان انا قطعت الخضرة وعملتها بطريقتين اتنين. خليكي معايا لاخر الفيديو وانت هتشوفي التكات. الاول بحطها على ظهرها من تحت، وبعد كده بقلبها تاني واقعدها القعدة الجميلة دي، وابتدي اغطس في الورق. المية قدامك ما غليتش،
تمام يا قلبي؟ خليكي معايا كده لاخر الفيديو. ما غليتش تمام، ما تغلاش خالص، لان لو غلت الورق هيستوي. انا مش عايزاه يستوي، انا عايزاه بس دقيقه كده ودقيقه كده، دقيقه كمان كتير، هي دقيقه ونص للوجهين. واخده كده وبفرده على صينيه جنب مني. انا اخده افرده على صينيه يبرد. اول ما يبرد شويه كده اروح مرات ابني واخداه حطها على المصافي. انا اعمل حاجه وهي حاجه، انا حاجه وهي حاجه. حط كله في المصافي، يعني هو مش هيبقى كتير اول ما يتسلق. هات 2 ب2 واعملي، مش مهم تجيبي كميه، انا بعمل الكميه دي عشان جات لي. انا لو ما جاتنيش الكميه هجيب 3، يعني عشان اكون صادقه معاكم، اكتر حاجه هجيب 3. تمام. الميه هي شوفوا قدامك ما بتغليش. انا طول ما انا بعمل الكرنب الميه ما بتغليش مني خالص، زي ما انتوا شايفينها كده. ميه ورق، ميه تفريز الكرنب ما بتغليش. اي حاجه هتفرزيها ما تغليهاش. تمام. وعملت معاكم البسله، وعملت حشيت معاكم ورق السلق. فروا في القناه كده هتستفيدوا منها، والله والله هتستفيدوا. مش قناه اكل وشرب وتحديات، لا، احنا بنعمل المفيد اللي يفيد الشباب الصغير اللي هم بسببه ما بيعرفوش يعيشوا في بيوتهم. ما بنعملش تحديات احنا، ولا بنعمل اي حاجه. اذا كان حد فينا بيعمل روتينات، بنعمل روتينات حلوه ومحترمه هادفه كمان. حتى لو حد معانا في القنوات اللي زينا كده بيعمل روتين، ربنا قنواتنا تحتاج ان هي تبقى، مش هقول لك ده 100,000 والدرع كمان. حط اللايك اوعي تنسي. حطها اهوك، بصي العياشه ورصيت عليه مخرمه، الميه فيها كلها مصفيه، رصيت كله. ده تاني يوم بقول لكم شوفوا الميه بتاعته بات في التلاجة كده، هو بيتنا احنا في التلاجة. ابتدينا نشتغل فيه. تمام. جيبي البلانشه بتاعتك واقعدي كده وريحي. كوبايه شاي، كوبايه نسكافيه. انا لا ليا في الشاي ولا ليا في النسكافيه. تمام كده. انا ليا بس في ان انا اكل فاكهه بس. تمام كده يا حبايب قلبي. هو ده. ايوه. حط الورق الكبير على بعضه والورق الصغير على بعضه. تمام. وتروحي مقطع بدي بقى. لو قدامك فدان كرنب في ثواني حط 10 على 10، 5 على 5، 6 على 6. هتقولي لي بقى يا ام محمود ده في ناس بتقطعه. حبيبي الافتكاسات الفيسبوك دي كلها زي العسل على راسي. اعملي وجربي، واما ترجعي تاني لام محمود ادعي لي. تمام كده. لفي بقى وبرومي وقطعي على قد القطعيه اللي انت عايزاها. عايزاه كبير، عايزاه صغير، عايزاه متوسط. صباع المحشي اقصد اقول كده. انا قطعته قيمه صباعين 2. ايوه انا بقيس لك. انا واقفه مختلفه فمش عارفه اعمل صوابعي. انتوا فاهمين ازاي؟ فالمهم اعمليه كبير اعمليه صغير. ده انا شفت طريقه اول محشي الكرنب يا جماعه وهو بيتحشي. ان شاء الله انا هحشيها معاكم، انتظروني في الفيديو ده. بطريقه سرعه تحشي حله، حلتين، 3 تقومي فرح بسرعه الصاروخ. عجبتني الطريقه دي وجزاها خير الله خير اللي مطلعاها عندها، وانا هشتغلها لكم ان شاء الله. تمام كده. وهنروح بقى ايه، هوريكم بعد ما قطعته كده انا عملت ايه كمان. رحت جايباه في قلب المصفى وحطاه وقفاه كده لحد ما اجي ارص في العلب زي ما انتوا شفتوا، او باقي الفيل. واخده بالك؟ اتعلمي كون عندك، يعني مش انا اقول مثلا ايه، لا ده انا ما اعرفش انا بشتغل ايه، انا اعمل ايه. لا يا حبيبه قلبي، انت لازم تتعلمي مطبخ. ست يعني مطبخ. الايام دي نسبه الطلاق اتنيلت كتير بسبب ان انت ما بتعرفيش تعملي. الشباب اتخنق. هات لي دريفلي، هات لي دريفلي، ما عادش قادر. عشان كده نسبة الطلاق زادت. دريفلي ايه وبتاع ايه واكل دريفلي ده الصح، ده اللي احنا اتربينا عليه، ده اللي طلعنا من بيوت اهالينا متعلمينه وتربينا عليه. تمام كده. شوف انا حطيته في المصفى ازاي. ايوه حطيته في المصفى بيصفى كده. هنا الضلوع انا جبتها او العروق زي ما قولي، ورحت مقطعاها كده زي ما انتوا شايفين، وهشيلها واروح حطها ايه في اكياس بردك واربط عليه. يبقى عملنا كل حاجه، كفينا ووفينا. اوعي تنسى اللايك وتشتغلي مع ام محمود. تمام كده. وعبينا بقى، عبي الكميه اللي انت عايزاها، كتير قليل زي ما انت عايزه. هنا معانا هنعمل ايه، حطيت السكر تاني اهوت. كل كام دوره كده بحط معلقه ونص سكر، معلقه سكر. هنا معايا ورق ايه الليفت. ده ورق الليفت ده بقى عشق ام محمود. اقسم بالله انا حبيته اكتر من ورق العنب بجد يعني. واخدين بالكم؟ الله اكبر عليه. طعمه بيبقى هو وابن حلال ومحترم وهادي على المعده وجميل جدا. واخدين بالكم؟ في تكه هقول لكم عليها. انا عملت بعده ورق الخاص قبل ما انسى. بس ورق الخاص اول ما تيجي تعمليه يا حبيبه قلبي، اعصري ليمونه فريش في قلب الميه. تمام كده. اعصري ليمونه علشان خاطر ايه يا ام محمود، الخاص حديد فبيبتدي يسود.
دي معلومة قيمة. الأسرار والتكات والحركات اللي مع أم محمود دي في ناس ما بتقولهاش، مش هتلاقيها إلا في قناة أم محمود بس. واللي يقول بردك ربنا يجازيه خير. تمام كده، كله يتصفى وكله يبقى حلو. وعبي بقى ساعة ما يكون عندك مناسبة، عندك انت عايزة تحشي في بيتك، قمت النهاردة مزاج النهاردة اعمل حلة محشي للعيال وابوهم، اروح جايبة حلقة جايبة كده يا دوب والطماطم مصلصلينها قبل من كده مع بعض، وروح شوف القناة بردك وعاملين طلعك الصلصة وتطلعي الخضرة عندك اهيك حطيناها على وش الورق والبصلاية وسلامتك وحشينا احلى حلة محشي، واتعشيت انا والعيال واتغديت انا والعيال. شهياسي وهياسي يا دوسة، اوعي تنسي اللايك لأم محمود يا دوسة. تمام كده، شهياسي. واخدين بالكم؟ والله العظيم كل ما اللايكات تترفع وكل ما المشاهدات تترفع ام محمود هتخرج احسن من كده. هي كل القنوات بتعمل، مش انا بس اللي بعمل، بس في قناه بتديكي مصداقيه، بيكون عندك ثقه في قناه ام محمود، وفي قناه اخرى لا انا ما بحبش اخش القناه ديك، ما بتفيدنيش دي. تمام، فانت مخليكي مع اللي بيشتغل بحب وبيدي بحب يعني. تمام، كل سنه وانتم طيبين، تعملوا وتتهنوا، ربنا يديم النعمه علينا ويحفظها من الزوال. هوريك الخضره بطريقتين، وحط هنا ماده دهنيه واخدين بالكم، وحط ماده دهنيه ونزلت عليها بالخضره. الخضره دي ايه؟ شبت بقدونس كزبره يخلي حياتك منوره. حطيتي ايه يا ام محمود؟ شويه كزبره ناشفه، شعره فلفل اسمر بيضه، لو عندك اسمر حطي، وحابه تحطي الاسمر حطي مفيش مشكله. انا عشان الابيض متوفر عندي حطيت، وحطيت شويه مرقه خضار. واخده بالك، سواء مكعب او سايب مفيش مشكله، مش حباها بلاش. هنا بعد ما بردت انا عبيتها، عملتها بطريقتين اتنين. الطريقه هي اللي احب الى قلبك يا ام محمود، انا بحب الطريقه دي وبحب الطريقه التانيه، بس دي بتعيش معايا احسن وبتنها خضره ومزهزاه. ديك لو طليتها الهوا يعني لو فرسلت الفريزر كده بتروح دمرانه ومسوده على طول. انما ديت بس بالطريقه اللي احنا حطيناها على ورق الكرنب عمرها ما هيجرى لها حاجه. ودوك اللي هي الفريش بقى اللي هي ما عملناهاش بالايه، بالماده الدهنيه. الف هنا وشفا، كل عام وانتم طيبين وبالف خير، دمتم في حفظ الله ورعايته وامنه، واللي جاي احسن واحسن. تعملوا وتتهنوا، ما تنسنيش في اللايك والشير وصفحه ام محمود في حفظ الله ورعايته وامنه.